فنانة جميلة بسمة، عاوزين نعرف النهارده حضرتك متواجدة ليه في مؤتمر جبهة الإبداع المصرية؟ لأننا ضد الإعلان الدستوري الأخير، ولأننا مع إسقاط الجمعيات التأسيسية. عشان يبقى ايه في توازن. طيب ايه الخطوات اللي هتعملوها النهارده؟ ما عنديش فكرة، أنا جاية أحضر المؤتمر زي الناس. طب وبكره ان شاء الله حضرتك نازله المظاهرات؟ بكرة نازلة المظاهرات إن شاء الله، وبدعو كل الناس اللي مش عايزين يعيشوا في ظل ديكتاتورية جديدة لأنهم ينزلوا يقفوا معانا. البلد دي بلدنا كلنا ومش عايزين فرق. الراجل ده احنا عايزينه يطلع. عاوزين نعرف رايك تفصيلا، ايه اللي مش عاجبك في الاعلان الدستوري ولا كله؟ النهارده لو كنت 10 سنين كده إجمالا وتفصيلا. هل عندك اي اقتراحات للخروج من الازمه الحاليه؟ إلغاء الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية. غالبا هو هيعملوا فينا زي ما عبد الناصر عمل. مشاركتك في العمل السياسي هل اثرت على انت اول واحد عملك هتتاخد الفني؟ على فكره، لعلمك بقى اول واحد هتتاخد. والله يعني معظم الناس اللي شغاله في المجال الفني شغلهم اقل شويه. انا كان ليا فيلم السنه اللي فاتت وبحضر لمسلسل السنه دي. ليه ان شاء الله على ايه؟ هل في فنانين اخرين بتدعوهم للنزول لان هم ما نزلوش النهارده او مش؟ بدعو كل المصريين. البناء هدار البناء ده ايه؟